ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذه المسألة خطرة. الفتوى هي توقيع عن رب العالمين، لكن كثيرا من الناس يتجرأ على ذلك من دون خلفية، بينما يبقى طالب العلم فينا ومنا السنوات الكثيرة، ما يقارب 20 سنة، يقرأ ويدرس ويأخذ من صدور الرجال ويتلقف العلم ليستطيع أن يتكلم بعد ذلك في أمور بسيطة. وتجد الإنسان الذي قرأ كتيبا صغيرا أو الذي اطلع على صفحة من صفحات مشاهير الفيسبوك والإنترنت، وليس كل مشهور في الفيسبوك والإنترنت يشترط أن يكون عالما، فيأخذ بكلامه فيضل ويضل. الإنسان العادي إذا دخل إلى أمثال هذه المواقع أو إلى مواقع أخرى فإنه سيضيع وسيأخذ أمورا قد لا يحسن له أن يأخذ بها، وقد يقع في المحرمات. لذلك ينبغي أولا للإنسان أن يسأل إنسانا متعلما صاحب علم وصاحب ورع وصاحب تقوى. وليست المسألة بهذه السهولة.